أنا اللي ما بغاش يتفهم ليا هو واحد السيد باغي يعلف خرفان ومازال عنده خلط بين الآلاف اللي كتربي اللحم والآلاف اللي كتربي الشحمة. راه ما يمكنش أصاحبي تكمل في هاد الغلط. خاصك تكون عارف الفرق بين الآلاف البروتينية اللي كتكون اللحم، بحال الفصة اليابسة، كسب الصويا، الفول، الجلبانة، كسب زريعة نوار الشمس، والحمص. هاد المواد مهمة بزاف خصوصا في بداية عملية التسمين، حيث كتربي الهيكل وكتكون العضلات واللحم. أما الآلاف الطاقية اللي كدير الشحمة في البهيمة فهي الذرة، الشعير، النخالة، الشمندر وفارينة. هاد الأعلاف فيها طاقة مرتفعة وكتكون الشحمة وكتزيد الوزن. وملي كنبداو عملية التسمين كنركزو أكتر على الآلاف البروتينية باش نبنيو الهيكل واللحم في الخروف. ومن بعد في المراحل الأخيرة كنقصو شوية من نسبة البروتين وكنزيدو في الآلاف الطاقية باش ندخلو الحولي في مرحلة التشحيم والزيادة في الوزن. ومن بين الأمور المهمة بزاف في التسمين هي التبن اللي كيعاون الخروف في عملية الهضم والاستفادة من الآلاف اللي كياكلها. تحياتي.